تعلقي الشديد بهذه الهواية وشغلها لمعظم وقتي بفضل الله جعلها ربي مصدر رزقي. وما يخفالكش أن هذه الهواية تخدم السياحة في الجزائر، لأن الطوابع البريدية والعملات هي تعتبر بمثابة بطاقة تعريف لأي بلد من خلال ما تحمله من رمز وشعارات، فهي تعتبر وحدها سفير الجزائر في العالم. وخصصت مكان إيطاج هذا درته عبارة عن متحف. ما يخفالكش باللي لي كوليكسيونير الهواة اللي راهم يجوني بفضل الله هم يجوني من الوطن ومن خارج الوطن. عبالك انا دوك يجوني الهواة يلقاو الضاله تاعهم. الور اي واحد قال يا ادريس انا خصني البطاقه البريديه الكارت بوستال، الله يبارك عندي بالملايين يلقى. يجيني اخر يقول لي يا ادريس خصني الطابع البريدي لتامبر، عندي قبل وبعد الاستقلال. يجيك الشخص يقول لي يا إدريس أنا نحوس على العملة الجزائرية. كاين فضل الله ربي كي أنعم عليا بالجنة هذه. واش نقدر نقول لكم؟ أنا درت واحد الشعار وهو نلتقي لنرتقي.